والآن نستمع إلى النجم الحاصل على جائزة الميوزك لود، وده للأغنية اللي شارك بيها أحزان أشقائنا في اليابان، مع نجم الأغنية الشبابية المطرب أحمد عويس ويسو. أشكركم بجد، حياتي ليكم، وجايزة الميوزك لورد دي أنا بهديها ليكم أنتم. أنا دلوقتي هغني لكم غنوة غنيتها بعد زلزال اليابان اللي خدت بيها سفير النوايا الحسنة، وبجد حياتي ليكم. شهداء اليابان ماتوا في أحداث اليابان، راحوا فرقوا الحياة شهداء. ايه ده؟ ياسمين جبت رقم تليفوني منين؟ انا بغير تليفوني كل اسبوع، هغير كل يوم ولا ايه؟ حرام عليك يا ويسو، ياسمين مقضيينها بيكي، وبعدين مبين عليا بتحبك كتير. في مليون واحدة من جمهوري بتحبني، وبعدين مش احمد عويس ويسو اللي بعت لها رسالة تصبح على خير وش بيضحك تبعت لي رسالة وانت من اهله من غير وش بيضحك. وبعدين يا زينة ما تتدخليش في علاقاتي النسائية، انت مجرد ستايلست تظبطي لي لبسي، تظبطي لي شكلي في الحفلات، مش تعرفيني. وبعدين انا عرفت مين القذر اللي بعت لها رقم تليفوني. مين هيدا؟ هيدا قدري، سمير صبري اللعوب. عجمان ويسو يا ويسو. أوكي يا ميزو، هكلمك كمان شوية. ما تنساش بقى اللي قلت لك عليه، ظبط بقى. ها يلا. أوكي بابا. في يا سمير اللي حصل؟ في حاجة حصلت، في حاجة بتحصل، في حاجة هتحصل بالتأكيد. 100 مرة قلت لك ما تغنيش قدامي، إيه اللي أخرك؟ مفيش، عقبال ما حسبت الناس وشقطت. انت قلت لي اسمك ايه؟ شاكي. شقطت شاكي من على الدائري، نسيت اعرفكم ببعض. شاكي صاحبتي من على الدائري من شويه. احمد عويس غني عن التعريف. احمد عويس ويسو. أيوه. ايه يا اما انت جايه تموتي هنا ولا ايه؟ اصله جامد قوي، مش مصدقه نفسي. ميرسي. معلش. سيبني يا سمير. خلصني يا سمير. اهدي بقى، اهدي. ايه مش عاجباك؟ جايب لي واحدة من على الدائري يا معفن. خلاص طالما مش عاجباك تبقى من نصيبنا. يلا يا شاكي. هطلع بس ويسو يبقى معايا. ويسو ده مطلب جماهيري، هتزعل جمهورك منك؟ أنت مسكتني من إيدي اللي بتوجعني يا سمير. على فكرة اللي يحصل ده مش عشاني، عشان خاطر جمهوري. يلا اسبقيني على فوق وأنا هحصلك يا كلبة. ماشي، ما تتاخرش عليا. مش هتاخر، ما انا وراك اهو. سمير هات 10000 جنيه من الفلوس اللي اديتها لك. منين؟ ما هو خلصوا. خلصوا؟ خلصت روحك. خلصوا في ايه؟ الله، ايه يا ويسو؟ مش في 600,000 جنيه جايزه؟ و50,000 جنيه للعيال اللي بيسقفوا لك وبيغموا عليهم؟ وفي كمان العيال اللي بيبعتوا كل القنوات الفضائيه باسمك رسايل؟ غير كمان في 1000 جنيه دباديب، الدبدوب ب100. ويسو مش يلا بقى؟ في حاجه هتحصل بالتاكيد. يلا بينا. برضه بتغني؟ برضه؟ احمد، ماما، حبيبي حبيبتي، وحشتني.
حبيبة ويسو مامي. أمورة ويسو مامي حبيبة ويسو يا روح قلبي يا حبيبي وحشتني. معقولة يا ماما تيجي من الخليج كده على غفلة؟ حبيت اعملها لك مفاجأة. أجمل مفاجأة يا روح قلبي. طب يا حبيبي هطلع بقى اغير هدومي اخد شاور وانزل لك على طول. اوكي روح. ماما بقول لك ايه؟ ما تيجي نروح نتعشى؟ نتعشى ايه ده احنا الفجر؟ نفطر. انا مش جعانة. انا جعان يا ماما وقاعد هنا لوحدي يا ماما. لسه فاكر انك عايش لوحدك؟ ده اللي قدك اتجوزوا وخلفوا من زمان. يا دي الجواز يا ماما، انا 200 مره قلت لك مش هتجوز، ما تتعبيش نفسك. يلا يا ماما انا هموت من الجوع بقى، يلا بينا بقى. طب يلا بقى خلصي واخرجي، ده انت هتتقطعي النهارده. مين ده؟ ماما ده عم عبد البواب، سلامة النظر. انا مش بتكلم على عم عبده. مين الصوت اللي فوق ده؟ الصوت فوق؟ ده سمير. سمير؟ مش قلت لك تبعد عن سمير الزفت ده؟ ماما ده سمير ده حد محترم وما بيسيبش فرد، وكمان ده متجوز ملوش في الكلام الفاضي ده. مفيش عندك جلابيه يا عويس؟ سبحان الله، شفت الراجل ظلمناه ازاي؟ عايز جلابيه عشان يلحق يصلي الفجر. اصل شاكي بتستحمى ومش لاقيه حاجه تطلع بيها من الحمام. اكيد بيكلم حد في التليفون اسمه شاكي. اديتها بورنوس امك بس طلع مش مقاسها. يعني يرضيكي تخرج من الحمام عريانه يا ماما؟ ما ينفعش. الناس كلهم عمالين يقولوا تحت ويسو ويسو ويسو. سمير بجد انا حاسس انا عامل لك قلق. قال ايه يا عم ما تهزرش. ماشي ماشي. لا ارجوك ما تجرحنيش، ده بيتك ومطرحك. يا حبيبي انا عارف ان ده بيتي ومن خيري، بس انا مش هاخد راحتي. ده انا كان نفسي افرشك الارض رمل ايه، ورد ولا ايه، ولا سكر حلوه الدنيا سكر. لا اقعد يا حبيبي، ده انت مشرفني. ما انا عارف اني مشرفك يا ابني، مراتك مش هتاخد راحتها. مراتي يا مينا يا جزمه. ايوه يا حيوانه. حاضر جاي. ايوه امرك يا سي سمير. انت كنت نايمه يا مينا؟ كنت نايمه من غير اذني؟ اسفه يا سي سمير، استوها عليا. طب روحي حضر لنا حاجه نفطر بيها. حاضر امرك. أمينة استني عندك. فين الطقطوقة؟ بقول فين الطقطوقة؟ بغسلهم في البانيو يا سي سمير. بغسلهم في البانيو. البانيو اللي أنا بستحمى فيه. إيه ده؟ ده دم. ودي سيجارة. مدام تسمحي لي بالرقصة دي؟ ودي الطقطوقة. شايفة الخاتم ده؟ سمير بليز يا سمير بليز، عشان خاطر ويسو بس هسامحك المرة دي. روح حضرنا الأكل. امرك يا سي سمير. غوري. اهدى يا سمير. ايه يا حبيبي في ايه؟ اهدى انا عمري في حياتي ما شفتك كده. اهدى ارتاح. عصبتني. هي مين دي؟ دي 2 في 1. 2 في 1؟ زوجة وشغالة في نفس الوقت. جبتها منين دي؟ من البلد. رحت البلد واخترت واحدة، وليلة الدخلة تاريخ اديتها العلقة السخنة المتينة، ومن ساعتها بقت ماشية زي الألف، وأنا ملك جوه البيت وبره البيت. شوف أنا شغال معاك بقالي قد إيه؟ عمرك شفت مراتي؟ عمري. لأني ما عودتهاش لا على الخروج ولا السهر ولا الأكل ولا الشرب. امال عودتها على ايه؟ على الضرب، على الإهانة. يا مستبد. يا ماما مين بيتكلم؟ ايه؟ طب انا جاي حالا. استاذ ويس، الوالده القلب عندها تعبان شويه. طب ايه الحل يا دكتور؟ الاعمار بيد الله. ايه؟ انا بقول لك ايه الحل، مش بقول لك هتموت امتى. سوري يا ماما. شوف على قد ما تقدر ما تضايقهاش، لان الضغط لو ارتفع عندها ممكن يؤدي لمشاكل كبيره في اي لحظه. يا حبيبتي يا ماما. شكرا يا دكتور. اتفضل. وصل يا ابني. ست الحبايب يا حبيب، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكلك طيبة، يا ربي يخليكي يا قلبي. ألف سلام عليك يا ماما.
لو عايز سلامتي بصحيح يبقى لازم تريحني. يعني قاعده في اوضتي ونايمه على سريري ومغيره ملاياتي، عايز اكتر من كده ايه؟ عايز تريحني بجد؟ طبعا. يبقى لازم تتجوز يا احمد. لا يا ماما، لا 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 يا ماما، لا لا جواز لا يا ماما. ماما انا عرفت ستات بعدد شعر راسي. يا قليل الادب، ايه الاندهاش العجيب ده؟ ما انت قفشانه قبل كده 200 مره. انا هاخدك بكره اخطب لك نيفين بنت طنط اماني. ها هتقول ايه على بنت طنط اماني؟ جمال وادب واخلاق، مفيش بعد كده. لا انا ما اقدرش اتكلم على بنت طنط اماني نص كلمه، بس اللي عايزه اقوله لك ان طنط اماني نفسها انا كنت مصاحبها اسبوعين. اخرس عيل قليل الادب. الله يسامحك. خلاص بلاش بنت طنط اماني، اخطب لك بقى بنت طنط جولنار. بسم الله ما شاء الله، جمال ادب اخلاق. والله احنا مش هنلاقي لاحمد ابني عروسه احسن من شيماء. جمال وادب واخلاق. ده من ذوق وادب حضرتك يا فندم. انا اللي يتجوز بنتي تبقى مامته ده عياله. احنا سمعنا عن ادبها واخلاقها وجمالها، دي سمعتها سابقاها. ماما العروسه زي القمر، انا موافق جدا. موافق على ايه؟ مين اللي امر دي؟ دي الشغاله. امشي يا بنت من هنا، امشي. قله الادب دي. دي شغاله؟ دي شغاله جامد. طيب احنا هنشوف العروسه امتى؟ حالا. شيماء مع ان باباها محرج عليها انها ما تبانش على حد ابدا، دي حتى ما تعرفش ان انتوا جايين. ما شاء الله. شفت؟ يا صلاة النبي. يا صلاة النبي احسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا يا حبيبتي، اقعدي جنبي. مش قلت لك هتعجبك؟ ما شاء الله زي القمر. بس ايه يا حبيبتي اللي في وشك ده؟ حب الشباب ولا حمونيل؟ ده حب الشباب، اصل شيماء بشرتها حساسه خالص. ما سمير بيقول كده برضه. سمير مين؟ ده واحد صاحبي اتلم هو واصحابه على ناس بشرتها حساسه. ها شيماء انا متهيألي كده شفتك قبل كده، بس مش فاكره فين. لا ما اعتقدش، شيماء ما بتنزلش الشارع خالص. طبعا، من البيت للدائري ومن الدائري للبيت. بتقول ايه حضرتك؟ يا عم خليك في التمر هندي بتاعك ده. عروستنا بقى خريجة ايه؟ سياحه وفنادق حضرتك. وشقه مفروشه حضرتك. انت بتقول ايه حضرتك؟ ما تهدى يا ابو شاكي، ده شباب مصر كله بيدعي لك، خلي الطبق مفطور. ايه يا احمد؟ في ايه؟ ايه شاكي اللي انت ظبطتيها مع سمير فوق؟ اللي كانت لابسه البرنوس بتاعك يا ماما. يا مسابتي. طب نستأذن احنا بقى، هنبقى نتصل بيكم. ماما ونتصل ليه؟ ما خير البر عجاله، العروسه موجوده وابو شاكي موجود والتمر هند موجود، ايه اللي ناقص؟ ايه اللي بتقوله ده يا احمد؟ يا ماما هو انا لا زي شيماء فين؟ جمال، ادب، اخلاق، بشره حساسه. هنتكلم في التفاصيل. انتوا هتجيبوا اوضه النوم والسفره والصالون، واحنا هنجيب البرنس. برنس ايه؟ يا ماما امشي قدامي يا حبيبي، انا عايزه اطمن عليك قبل ما اموت. ماما خلص الكلام، كل اللي نفسك فيه انا هعمله لك. خلاص يبقى مفيش غير بنت طنط تفيده شاكيناز. شاكيناز؟ اذا كان شاكي واحده لمنا من العدائري بالعافيه، شاكيناز دول بقى لمهم ازاي؟ انا بقى يا ماما هخليكي تنقي لي العروسه بس من الحته المضمونه. مضمونه؟ يعني ايه؟ يعني معقول عيلتي تبقى من اكبر عائلات الصعيد وادور على العروسه بره؟ بركاتك يا سمير يا صبري. هات شنط. شنط ايه؟ هو احنا كده وصلنا؟ وصلنا. طب ما دخلناش بالعربيه لحد جوه ليه؟ يا ماما شايفه رمال، صخور، نيل، نغرز يا ماما. هنمشي في التراب ده ازاي؟ يا اهم مين دول؟ مش عارف، بس مؤكد ناس بعتهم عمي يستقبلونا. الحمد لله على السلامة يا أحمد يا ولدي. عمي معقول يا عمي؟ من كتر ما انت مستعجل تشوفني ما كملتش حلقة شنبك؟ لا معقولة؟ كلكم مستعجلين تشوفوني؟ بجد يا جماعة من جوه قلبي حياتي ليكم. منور يا أحمد يا ولدي. بنورك يا حاج. ايه مش هتسلم على ماما ولا انتوا لسه زعلانين؟ أهلا يا حجة. اهلا. هريدي. ايوه يا حاج. وصل الحجة للدار عبال ما اتحدث مع ولد أخوي شوية.
هو في ايه؟ فيش يا ولدي، بس قول لي انت الاول، انتوا جايين تعملوا ايه؟ وانا اللي فاكرك هتنبسط؟ مش انت كنت بتتحايل عليا ان اجي اتنيل واتجوز من هنا؟ انا جاي لك عشان تنيلني وتجوزني. يلا اتفضل نقي العروسه بسرعه. هني وانا لا احسن منك فين؟ ده انت الحاج سيد عويس كبير العوايس. ده انت لما بتكح الصعيد كلها بتقف على رجل احترام. ايوه ده انت لما بتعطس ايه ده؟ يا ابن الكلب يا واطي! ده مع الواد المغني بتاع شهداء اليابان. حياتي ليك. يا ساتر يا ابني، يا جزجز، اهدى ما بس انت هو الهي الخط يحش رقبتك منك له. الهي وانت زاهي بص دمكوا زي الطماطم. خط ايه؟ ابويا الله يرحمه قال الخط ده بات من زمان. من 25 سنة سلمان كان كبر في السن وبطل شغل وما بقاش قادر على السرقة والنهب، وكل رجالته سابوه ما عدا شليطة دراعه اليمين. هربوا الكلاب، ما تبقاش معايا غيرك انت يا شليطة. لو حصل لي حاجة خدي بالك من اللي في بطنك يا نرجس. وخرج جدك عويس الكبير ووراه كل العوايسة عشان ياخدوا حقهم. اتنين مالهمش امان. شليطة عويس سلمان. يا نجيب حقهم يا نموت زيهم. سلمان السبع مستخبي في الخص ده يا رجالة. هجوم! خلصونا منهم، كفاية ظلم. جدك عويس وقف قدام سلمان زي الأسد. اهربوا وانا احصلكم. يلا يا نرجس اهربوا. يا مري سلمان يا مري. واجه سلمان الموت وسط نار الغضب والانتقام. وشليطة خد مرض سلمان وراحوا الجبل عند المطاريد، وهناك خلفت الواد اللي كان سلمان بيحلم بيه طول عمره. والواد اتربى وكبر بين مطاريد الجبل وبقي واحد منهم. واتجوز شليطة أم الواد ونسيوا خالص سلمان واللي جابوا سلمان، لكن الواد منسيش دم أبوه. وبيجي الخط الجديد اللي رجع علشان ينتقم من العوايسة، وبيجي معيشنا في خوف ورعب، ده غير السلب والنهب. والحال بيجي أسوأ من أيام سلمان نفسه. ومنعنا نربي نص شنبتنا عشان نبقى عبرة، واللي كان بيعترض ويعمل فيها ذكر ما حدش شاف شكله قبل كده ولا حتى سمع صوته. الحاجة الوحيدة اللي بيعملها انه بيسيب اول حرف من اسمه بعد كل نصيبه. ايه ده؟ في ايه؟ جبنة خايفين يا سيدي من الحظر. حظر ايه؟ حظر التجول اللي فرض الخط على البلد. يا خسارة يا بلد. هي الساعة كام معاك دلوقتي؟ 5:30 ل5. يا نهارك حل. لا حول ولا قوة. الناس دي خايفة ليه كده؟ هو بيعمل فيهم الخط. عمي يا عمي انت مش كده مش هعرف اروح البيت يا عمي. جواز. ايه ده؟ ده شو ها؟
وانا الوصول يعني امسك لكم تنوره واقول كعب الغزال يا متحن بدم الغزال. كفايه بقى عشان انا بجد دخت وممكن ارجع منكم. لا 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 شامم ريحه خيانه. لا يا حبيبي اوعى يغرك تيبي. ايه محدش يعرف ويسو؟ انت ما اتفرجتش على فيلم قبضة ويسو بتاعت احمد؟ ايه ده ايه ده؟ ايه اللي قلعك البنطلون كده؟ سأل عمي ما تقول لها يا حاج. ما انا كنت عارف ان دي اللي هيحصل. يعني انت كنت عارف وتسيب ابن اخوك وتطلع تجري؟ عمك ياما قلعوه السروال. سد خشمك يا وليه. ويا ريتها جت على السروال وبس. طب عليا الطلاق. هو انا كل ما اجي اضحك معاك تحلف عليا طلاق؟ اطلع يا حبيبي انت ارتاح دلوقتي، وبكره مرات عمك هتجهز لنا شويه صور عشان تختار منهم العروسه اللي على مزاجك. وانت فاكره بعد الخضه اللي انا اتخضيتها دي ويسو ممكن يرجع زي زمان؟ ولا يوم من ايامك يا ويسو. بس يا وليه بطلي فضايح. جرى يا بوتاتي يا اختي مش تسيبنا نفرح. مش اما ليك بيحصل حاجه؟ هيحصل. جاني جايبالك مجموعة عرايس، النجاوة، الحلاوة، الخلاصة، جايبالك وش القفص. سمي. ايه ده؟ دي وش قفص؟ الله يكون في عون القفص. بص كده على فلقة سنانها وخد بالك، فلقة سنانها دي تجلب لك الحظ. دي تجيب لي وكسه على اساس لما اجي ابوسها دماغي تتحشر ما بين سنانها. انصرف انصرف. بلاها ام فلقة، خد ام نمرة. اوه جات شوير ستايل. ده حتى نفس رقم التليفون. ليه وهي فجرة عشان تعمل كده؟ ده رقمها في السجن. ايه؟ لما قتلت جوزها. ويسو حبيبي فوق. لا خلاص دي خرجت واستغفرت ربها وصامت 3 ايام. ماما خلاص يا حبيبي ما هي صامت 3 ايام. يا ماما ايه البساطه اللي انت فيها دي؟ يلا يا ماما نمشي يا ماما. يلا يا ماما. لو سمحتي شوفي له ستايل تاني. ايوه ستايل. ايوه محتاج دفى وحنان. ايوه خد محتاج دفى وحنان. ام الدفى وام الحنان. بس مين اللي شايله ده؟ ده اسم النبي حرص وصين وساعد ولدها. نعم. ايوه ما هي ارمله وجوزها متوفي. دي بقى اللي تضمن انها تجيب لك النسل النظيف. نسل نضيف ايه؟ انا هتجوز قطه. هات يا وليه هاتي. بص ها انت مالكش جواز. انت جاي تتدلع تتمسخر. خليك يا اخويا في بتوع مصر وحياتي ليكوا. اهدى وصلي على النبي يا عم ابو تاتي. اهدى بس. تهت والجناه يبقى ما فيش غير البت حشمه. لا حشمت لا. لا ليه؟ علشان مش من بلدنا واهلها ما نعرف لهمش اصل من فصل. طبوا على بلدنا كده ما نعرفش منين نصيبه. ده غير ان البت نفسها نحس. انا ما بقتنعش بالكلام ده خالص. هاتيلي صوره حشمه. لا دي من عيله محافظه حرمهم ما يتصوروش. حشمه انا عايز اشوف البنت. انا عارف ان البيت مش قد المقام. مالكش بعيلة العوايسه. عارفين يا اخويا. وهي ده عايزه كلام يا بلغه يا ابن البلغه. انت نسيت نفسك يا واطي. في يا عم هو ولع لك في راجل عشان تهدى. افجره لك يعني افجره لك. لو سمحت يا حاج انت عندك بنت اسمها حشمه؟ طب احنا جايين نتجوزها. قصدي انا عايز اتجوزها. احنا في ديك الساعه لما نناسب عيله العوايسه. اشكرك. سامعين الكلام اللي ينرفز؟ سامعين؟ هو انت ممكن ترفض يا حيوان يا ابن الحيوان؟ لا ده كتير قوي بقى. كفايه كده خلصونا. احنا مش هنشوف العروسه ولا ايه؟ هنشوفها. حشمت بنت يا حشمت. مش شايف ان كبير عليها شويه؟ قصدك على مين؟ حشمه. لا دي نعمات اخت حشمت الصغيره. اللهم طولك يا روح. امال يعني هتكون اختها الكبيره؟ يا جزمه يا ابني الجزمه. يا جاموسه يا ابني الجاموسه. اوعى سيبني. اوعى انت هتضرب ولا ايه؟ لا يا حاج. حشمه
انت موزة يا كلبة. يا حشمت، الحاج سيد عويس جاي طالب يدك لولد اخوه المغني المشهور، ما عرفاهش؟ ايه؟ في حد ما عرفش حنجرة الجيل؟ احبال الصوت ويسو. وهي هتشوف الهلس بتاعك ده فين؟ حشمت، هات القلة دي. اقفي مكانك، لفي، اقعدي، قومي اقفي، تعالي بسرعة، بس لفي. هي يا ماما نفس اللي عند سمير صبري بالظبط. انا موافق. بس يا ام تاتي، بلا تاتي بلا زفت، سيبنا نفرح. بس حشمت، ليك اي طلبات؟ لا، ما انا لازم اسمع صوتك. خرودي بلالي بلوسي كلاوي يا ساويس. مدهش، دي بتتكلم لغات. هي بتقول ايه؟ بتقول لك ماليهاش طلبات خالص. معليش، هي لما بتبقى مكسوفة كلامها ما بيبقاش مفهوم. مفهوم؟ ده مرض نفسي ولا ايه؟ احنا سلونا كده. بقول لك ايه، انا عايزه اتمم الجوازه باقصى سرعه، علشان انا ما قداميش غير يومين بس في مصر ومسافره الخليج على طول. ادخلي يا بت، لمي خرجاتك بسرعه. زربوطي واطي، شلوتي عالي. شوف يا مستر، انا عايزه اكتب شرط جزائي في حاله لو ابني طلقها يدفع 2 مليون جنيه. ماما، انت بتدبسيني؟ مش ممكن يكون فيها ديفو؟ عندك حق، خليهم 5 مليون. لا، 10 مليون جنيه. 10 مليون؟ ايوه يا حاج، انا عارفه انا بعمل ايه. ما جبتش مأذون من بلدنا ليه؟ بتسترخص يا واطي يا ابن الواطي. انت هتشطم ولا ايه؟ لا بدلعك. كمل يا استاذ، كمل. ماشي. ايه القرف ده؟ ايه في ايه؟ كمل ورايا. ايوه. زودتوا نفسي؟ زوجتك نفسي يا استاذ، موكلتي. موكلتي. ايوه. على سنة الله ورسوله. على سنة الله ورسوله. على مذهب. على مذهب. على مذهب. على مذهب. على مذهب. وعلى مذهب الامام ابو حنيفه النعمان. وعلى مذهب الامام ابو حنيفه النعمان. وعلى مذهب الامام ابو الحنيفه النعمان. قول يا استاذ مرقص. مرقص؟ انا احمد عويس ويسو، ما تعرفش ويسو؟ قول ورايا. قبلت الزواج. قبلت الزواج. من الانسه. قبلت الزواج. من الانسه. من الانسه. حشمت. 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 البكر الرشيد. البكر الرشيد. وعلى الصداق المسمى. وعلى الصداق المسمى بيننا. وعلى الصداق المسمى بيننا. انت يا ست، انت يا ست، انا عايزك في حاجه. طب قولي ورايا. شو بدي اقول؟ قبلت الزواج من المأذون. انت جننت ولا ايه؟ متشكرين متشكرين. وانا طولت وانا قصرت. زربوطي جنبك، زربوطي في حضن قلبك، زربوطي وسيبني أزرب، سيبني. لا 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 لا. طب شلوطي جنبك، شلوطي. لا 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 لا. أنا عايزك تهدي. إيه؟ بص اهدي، انسي كل حاجة. بص في عيني كده، بصي يا كلبة. عواد يا عريس، يا احمد يا عواد يا فنان. ده وقته ده. حياتي دي. يا حاج ايه؟ عملت ايه؟ عملت ايه في ايه؟ عملت ايه مع حشمت؟ هو المفروض كل ما اعمل حاجه اجي احكيها لك؟ طب ما اصور لك كل اللي بيحصل وابعته لك على الفيسبوك. فيسبوك ايه؟ دخلته؟ معقوله؟ ده لفظ يتقال قدام كل اهل القريه؟ يلا يا حاج، خد كل الفانز بتوعك وما تقلقش على ويسو. ويسو هيشرف الصعيد كلها. ايش درنا بقى العروسه معيوبه ولا مش معيوبه؟ ولا يا رجاله؟ انت مال امك يا جزمه يا كلب؟ باظ يا رجاله باظ.
طلع لنا الملايه. ملايه ايه يا حاج؟ الملايه عشان نتاكد ونعرف ان البت دي بت بنوت ولا لا. عايزين نشوفه الاحمر. ايوه عايزين نشوفه الاحمر. عايزين نشوفه الاحمر. عايزين نشوفه الاحمر. عايزين نشوفه الاحمر. انت لحقت غيرتي؟ بس كويس عشان هم مستعجلين. الموضوع خلاص بقاش رغبه شخصيه، في مليونيه تحت بتطالب بتسليم الملايه. ها؟ لا 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 ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ حنطتي بوت شخرمية. لا يا ماما انا اللي هتشخرم تحت. يعني ايه؟ اتصرفي. ازاي اخسر جمهوري؟ مش سامعه؟ اهو بيقولوا عايزين نشوف الاحمر. ماليش دعوه. اتصرفي دلوقتي. ايه؟ ايه دي؟ ايه؟ لا 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 انت مش عارفه ويسو لما بيتغابى. انتحار. ها؟ انتحار. اتفضل يا سعواس. فتحية. ها؟ انا مش مصدقك بجد والله. طاعة ما شفتهاش في حياتي. 5 وجايلك. ها؟ كلبة. الحمد لله خدوا. ايه ده؟ انت نمتي؟ جلوسي. جلوسي. انا ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ زربوطي واطي. ده واطي. ايه اللي حصل ده؟ عبد الحميد يا باشا، دي كانت ورديته. عبد المجيد يا باشا ما قالش لحضرتك انه سمع صوت غريب ودخل ينام. عبد الحميد يا باشا بس اخلص انت وهو. انتوا تيجوا معايا حالا عشان نفتش كل بيت في البلد. وانت يا شوقي تيجي معانا يلا. طب لازمتها ايه يا ريس؟ طالما بتقول ان الورق اللي اتاخد ملوش لازمه. انا مراد النشرتي كبير البلد الخط يستبيح حرمه بيتي ويعلم عليا. ده انا هصدف فروه راسه. ايه يا واد؟ لا انت بتلهط كده ليه؟ بتاكل في اخر زادك يا واطي يا ابن الواطي. انت هتشتم ولا ايه؟ اخرس. اجري عشان طلعتي لي كوبايه ميه. ايه الصوت ده؟ كيس زي الجعورة حوله. خرصة مرسة عمية خرصة. عمية خرصة عورة حولة؟ ايه الكلام ده؟ اخ هو القمر بيطلع بالنهار يا ناس؟ وممكن كمان اطلعهولك من تحت السرير يا ابو تاتي. البيض؟ نعم. فين البيض؟ واجيب لك بيض منين دلوقتي؟ طب عليا الطلاق لا انت جايمه وقاعده جنب الفرخه لحد ما تبيض 8 بيضات تسلقيهم وتقشريهم وتحمريهم وتجيبيهم. طب وعليها استنى الفرخه لما تبيض؟ انا همد يدي اولدها لك، ولا ايه رايك بعد ما اسلق البيض الونهولك عشان تشم به النسيم؟ غوري منوره يا قمر. لا قولي لي يا ست زينه انت منين؟ انا لبنانيه من اصل فلسطيني. على دلعونه يا حاج مراد بينا شردي بره وعايز يقابلك. خليه يدخل بسرعه يا ولد. اهلا يا حاج. اهلا يا باشا، الحمد لله على السلامه. انا المره دي مش جاي عشانك، انا جاي عشان النجم المشهور اللي مصيط بلدنا في العالم كله، واللي انا زعلان منه عشان ما عزمنيش على فرحه. والله يا بربي الموضوع جه سريع. الفرح كان كنز هتضايق شويه. المهم انا جاي ابارك واحذرك في نفس الوقت. تحذرني؟ الله يبارك فيك. من ايه؟ النهارده الخط استباح بيتي. استباح؟ واللي يخليه يتجرأ ويدخل بيتي يخليه يعمل اي حاجه مجنونه. بس حضرتك لازم تتصرف. احنا فعلا بنفتش كل بيت في البلد. يبقى الكل لازم يتفتش. العب يا عمي. لا يا فنان عيب. انا مش جاي عشان افتش، انا جاي عشانك عشان تغرد وتحيي حفله عيد ميلاد شاكي. شاكي؟ هو انت تعرف شاكي بورنوس؟ بورنوس ايه ومنشفة ايه يا فنان؟ انا بكلمك على بنت شكرية. انا عامل حفلة تنكرية بمناسبة عيد ميلادها، يا ريت تيجي تغني فيها لو ما عندكش مانع. على العموم ده العنوان. اتفضل. سمير. ايوه.
صبري. ايوه يا كوتش. اعمل الصح. سلام يا نجم، سبتكم بعافيه. الله يعافيك. مع السلامه يا مراد بيه. مع السلامه يا مراد بيه. ما يلا بقى يا احمد، الطياره هتفوتني. يلا يا ماما. قول لي ويسو، ضربتها ولا لسه؟ مين دي؟ عيشو. لا لسه ما ضربتهاش. ليه يا ويسو؟ ليه ما ضربتهاش لحد دلوقتي؟ يا عم اصبر، انا مظبط لها جدول ضرب ما يخرش الميه. سيبنا ظبط انا نفسي. يا ويسو، هو جوه اللعبه بره اللعبه. اسمع ويسو، اضرب البت على فمها تمشي كلبه طول عمرها. يلا سيب ده بقى واحلق دانك وروح اضربها. طب ما احلق داني وبلاش اضربها. ده حد طيب جدا. انا لو كنت متجوز قطه كانت نونوت عليا، دي ما بتنونوش خالص. القطه بتخربش لما بيطلع لها ضوافر، بتعض لما بيطلع لها انياب. انا عايزك انت تعضها قبل ما هي تعضك، تبقى زي الاسد. زي ما الاسد ملك الغابه، انت ويسو ملك الاغنيه الشبابيه. اسد يا ويسو، زئير الاسد. انا كده اطمنت عليك. حشمت. ايوه حاضر تحت امرك يا سي عويس. هاتيلي كوبايه ينسون عشان الزئير جرح لي صوتي. حشمت. حشمت. مش هيخلص ولا ايه؟ لازم يخلص، لازم يخلص. بتشجع ويسو يا هو الخط، فانت ويسو بتستباح بيتي يا خط. ويسو هيوريك. ربنا يستر. اقف مكانك يا خط، لا اخلص عليك. حشمت. ايوه. نهار اسود، انت الخط. ايوه. لا مراد باشا النشارتي اتصل بالوزير شخصيا، وما ادراكم مين مراد النشارتي. وطبعا كلنا عارفين علاقه مراد النشارتي بالوزير، عشان كده الوزير كلمني، كان متضايق جدا. ولما الوزير يبقى متضايق يبقى احنا كمان لازم نكون متضايقين. يا باشا ما احنا بنبعت ضباط للصعيد بيرجعوا في حاله مزريه للغايه، واخر مثال على كده الضابط يوسف شرف رجع من هناك مقتنع تماما انه مراكبي، باع عربيته واشترى فلوكه قاعد بيها تحت البيت. ده تهريج، انا مش عايز تهريج، انا عايز ضابط كفء يمسك لي القضيه دي. حضرتك تؤمر وكلنا ننفذ. انا عن ترشيح يا فندم ده لو سمحت لي. اتفضل قول. النقيب علي الجندي يا فندم. مش ده الظابط اللي متاخره ترقيته عشان بيعامل المجرمين بطريقه غير ادميه وما عندوش قلب؟ بالظبط يا فندم. الخط ما ينفعش معاه غير واحد زي ده. انتوا ايه رايكم؟ اللي موافق يرفع ايده. على بركه الله. هو الحلم ده مش هيخلص ولا ايه؟ انت لابسه كده ليه يا حشمت؟ الخط هو حشمت وحشمت هو الخط. عشت. ده واجبك كبير. الخط ما بيبتديش بهزية، بس ما بيسيبش حقه ابدا ولو على موته. يا نهار اسود يا ويسو، يعني يوم ما اتجوز الخط. ما تقعدش تولول زي النسوان. استرجل، لو سمعت الكلام مش هنأذيك.
طب انت ربطاني ليه؟ طب اوعدك لو فكتيني انا مش هضربك ولا اعمل لك اي حاجه، فكيني. واحد، ياك عقلك يوزك ويصور لك انك تقدر تعمل حاجه. اتنين، لما تاجي تكلم الخط اتكلم على انه راجل ذكر. يا سلام، عشان ايه بقى؟ علشان الخط ب100 راجل. عشت. ده واجبك كبير. انت هتقسموا عليا؟ انتوا فاكرين اني اخاف من المدافع والرشاشات اللي معاكوا دي؟ يا كلبه، والاقي كل ما اكلمك تقولي امرك يا ساويس، انت تؤمر يا ساويس، وزربوطي واطي، ده انا ابقى راجل واطي ابن واطي لو عشت معايا يوم واحد. يلا قومي عشان ارميلك ورقه طلاقك، يلا. واقف عندك. عايزه ايه؟ قلت لك الخط ب100 راجل، ولما تتحدث معاه ما تقولش قومي ولا هنأذيك. خلاص قوم ننزل لأقرب مأذون وطلقني. ادفع الشرط الجزائي الاول وانا اسيبك تطلق. انت نزلت عليا من اني داهيه. الله يخرب بيتك يا سمير على بيت افكارك. انت عايز مني ايه يا عم؟ عايزك تساعدني. انا انهب واسرق وبهدل الناس معاك؟ لما تعرفني زين هتعرف ان الخط ما بتجيش على حد ابدا. بلا حد بلا سبت. انسوا الضعف والهوان، ويسو عمره ما كان جبان. ايه هتخوفوني؟ اشحاته يا عم عبده، اشحاته. ما تلعبش روحك، انا عطيتهم كلاتهم اجازه مفتوحه. اجازه مفيش غير البوليس هو اللي يلم الاشكال اللي زيكم. يا بوليس يا بنت وقف. اللي بيحصل ده في منتهى قله الادب. عنديك حق، وادي راسك انبسها كمان. ايه مالك يا ابني؟ نقيب علي جندي يا فندم. علي جندي ايه يا حيوان؟ جندي ده خطأ شائع. أنا اسمي علي الجندي، ماجستير في علم الجريمة. ما عليك طلبتني؟ شوف يا علي عشان ما نضيعش وقت بعض، قالوا لك طبعا عن الخط وادوني ملفه، بس هناك بعض المعلومات التي لم تستوفى بعد في هذه التقارير. يعني مثلا اسمه ايه؟ ساكن فين؟ بياكل ايه؟ بيشرب ايه؟ بيقتل ليه؟ مفيش. يا سلام، ولما انت عايز كل المعلومات دي، امال انت بقى وظيفتك ايه؟ انت جاي تعمل ايه؟ انا؟ ايوه انا اقتل موت اذبح اسلخ كده، اخده امسكه اقطعه جزل كده واحطه تحت سلاحك. ثابت على الظابط. ايه ده مش كده؟ كلنا بنحبك يا علي، احنا بنحبك اهو. ايه ده؟ انا اسف ما عليك، انت عارف ان مهنتنا دي مهنة البحث عن المتاعب. ايوه اقعد علي، اقعد اهو. ده اهو بيقول لك انا كرسي. اقعد علي ده اقعد. ايه ده؟ نزل رجلك لو امكن، يعني لو امكن. وانت من النوعيات دي؟ اوكي. شوف يا علي، الخط بالنسبه لنا شيء غامض، بس احنا توصلنا لخيط هيوصلنا ليه، اللي هو مراد النشاتي. العضو البرلماني في دورتين متتاليتين، وصاحب بنك الرؤية الاستثماري، وعنده بنتين مروة وشكرية، الصغرى 3 سنين والعظمى 10. ماله ده؟ الراجل ده اتسرق بيته في البلد اللي فيها الخط، وواحد من رجالته شاف واحد داخل بيت احمد عويس في وقت السرقه. كل الدلائل بتؤكد ان احمد عويس ده هو الخط. المهم بقى ان مراد النشارتي عامل حفله تنكريه بمناسبه عيد ميلاد بنته. الحفله دي بقى مصياده عشان نصطاد احمد عويس وهو متلبس. وايه المطلوب؟ تراقب البيت من بعيد لبعيد، ولو لاحظت حاجه غريبه تدخل. يلا قوم يا بطل، جهز نفسك للحفله. علم مجال التنفيذ ما عليك. بعد اذنك. اتفضل. ايه ده؟ بتاعتك دي؟ علي يا جندي. الجندي؟ الجندي علي الجندي. انا اسف علي.
علي انا عايز احذرك، مفيش ظابط رجع من عند الخط سليم، كله دماغه اتلحست. شايف معاليك السجادة اللي انت واقف عليها دي؟ في ظرف 23 ساعة بس هيكون الخط واقف عليها قدامك. وليه مش 24 ساعة؟ ما انت في ساعة منهم ضيعتها في الرغي. علي هو انا ممكن اخد واحدة من دي احل بيها بعد الغداء؟ اتفضل. انت هنتحرر من الفساد. فساد؟ ده فساد؟ امال برضه ما بيردش. ولك لمن هو ما عم بيرد يا زكي، ليش ما رحت لعنده على البيت؟ رحت وقعدت اخبط ومحدش فتح. المشكله ان احنا علينا شروط جزائيه، غير حفله بنت مراد النشارتي ما ينفعش ما نروحهاش. شي غريب. وين هو الناطور؟ ماني شايفته. صحيح الناطور مش موجود. هو يعني ايه ناطور؟ الحارس، البواب، بلوط. طب ما تقولي البلوط. ايه ده؟ مش دول اهل ويسو؟ ايه الفلوس دي؟ انتوا سرقتوا مين؟ عمي افتحوا له والنبي يا عمي، يا عم الحق ويسو يا عمي، عمي يا وين؟ فنان يا اخي بقى. ايه اللي جابهم دول دلوك؟ فنوتي دول خردين. بعدين فنطيح الفخادي. فخادي؟ انت هتسلخوني ولا ايه؟ لا فخادي لا، هو المطرب ايه من غير فخاد؟ اهالينا تحت ونعمات راحت تفتح الباب. عارف لو فتحت خشمك بكلمة هيحصل فيك ايه؟ هيحصل فيا ايه اكتر من كم الاهانات اللي انا فيها دي؟ شايف ويصل الحلو ده؟ قمر بيرة على الصبح. هيحصل فيك ده. مية نار. والشويس هيتشوه، هيتبخر وما هيعرفش يغني تاني. مش بس كده، لازم الناس اللي تحت دول يمشوا من هنا وهم متأكدين ان احنا اسعد عروسين. ولا ايه؟ ايوه، هو حد قال غير كده؟ ده احنا احلى عصفورتين خناري. لا ده كده هحسدك يا ويسو. ألف الهروب ويسو، ألف مبروك يا عرسنا. مبروك يا ولد. هنقضيها سلامات يا حيوان. انت فين يا احمد؟ بتردش ليه على التليفون يا اخي؟ نار الحب هي اللي منعتني يا عمي. 3 ايام للدرجه دي؟ امال انت فاكر ايه يا بلاص يا ابن البلاليص؟ رجاله عيلتنا جامدين قوي. ما كفاياك بدا. كفاياني يا كلب يا ابن الكلب. يا حاج عيب والله لك يا حيوان. مالك يا ويسو؟ شكلك مخطوف كده ليه؟ ايوه انا مخطوف. تحب اجيب لكم لقمه تاكلوها يا سعويس؟ ربنا يخليك يا حبيبتي. انت عايزه اساعدك ولا حاجه؟ اخاف اتعبك يا روحي. تعبك راحه يا حبيبتي. حشمك حشمك. ايه المصير يا عيوني والقمر قدامي، هدية من السما في ايامي، ده انا اغلى شيء في حياتي اكيد مراتي، ودي في غلاوة مامي والنبي خايف يا حبيبي كده لا ليه خايف من الطير تروح لغيري يا والنبي خايف يا حبيبي كده لا ليه خايف من الطير تروح لغيري يا الدنيا قبلك كخة وحشة ومش لذيذة، مولود في قلبي حبك انتي بالغريزة، أباي عليك اما انت راجل العوباني، وقعتني في حبك وضعت في حبك اني، وباختصار في قلبي نار ودمي حامي والنبي خايف يا حبيبي كده لا ليه خايف من الطير تروح لغيري يا
بحلم بالغدا مفروت ثواني، إلى أن قابلتك قلت هذا الشخص بالي. وحش وأسد يا ما اتحسد علشان رجولة، والنبي خايف يا حبيبي كده كده لا ليه خايف من الطير تروح الغيرية. أنا كنت عايش في الحياة مقطوع بطولي، وتخيل انت تثبتي واحد في طولي، لك انت اتعب واشتغل واهز طولي. انت الحنان كله وانا الحضن الحنين، انت اللي بتزوج له وبروح للمزين. واي تبصبص انا اقتلك خاف من كلامي، بس انا خايف يا حبيبي كده كده لا ليه خايف من الطير تروح الغيرية. والنبي خايف يا حبيبي كده 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 لا ليه خايف من الطير تروح الغيرية. مع السلامة يا أحمد يا ولدي. ما لسه بدري يا عم. ما احنا لازم نروح. جاب حظر تزوج. حد سألك يا جزمة يا ابن الجزمة؟ عفاهم. انت يا ويسو جواك الحب ده كله؟ بكره تتنفخ علينا ومحدش هيعرف يكلمك. هو انا لسه هتنفخ؟ ماشي يا عم، ما تنساش بقى حفله مراد النشارتي. ما انا مش عارف. مش عارف ايه؟ مش عارف طريق، بس لسه ما يتوهش يعني. واحنا ما ينفعش نروح معاكم الحفلة دي يا سعويس؟ اكيد ينفع، وخصوصا انها حفله تنكريه، يعني البنت الصغيره اللي هتكون كتير مبسوطه. لا ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ ما ينفعش ما يجوش، يعني لازم كلنا نفرح وننبسط وتنكريه بقى. طب نشوفك في الحفله بقى يا ويسو، بينا يا زينب. شعب سمير انا بس كنت عايزه يجيب لي استحلاب عشان صوتي بس يسلك. طب سهل عشان الحفلة. هو سالك خلاص سواه قدامك. ايوه ما عليك، انا حاليا قدام فيلا النشارتي. وصلت متاخر ليه يا سياده النقيب؟ في لجنه رخمه وقفتني على المحور، كانوا فاكريني سارق البوكس. لجنه ايه وبوكس ايه؟ ما قلتلهمش انك ظابط ليه؟ ودي تفوتني برضه، قلت لهم طبعا بس ما اعرفش ليه ما صدقونيش. ما وريتهمش الكارنيه ليه؟ ما انا ما خدتوش معايا معاليك. ما خدتوش معاك ليه؟ لا معاليك جوجو ملوش جيوب. جوجو ايه؟ القوة اللي معاك في ايه؟ اتقبض عليها كلها معاليك. اتقبض عليهم ليه؟ بس انا كنت ملبسهم لبس سلاحف النينجا، فقال ايه ما صدقوش انهم داخلين. طيب يا سياده النقيب، عايزين نسمع كلنا خبر كويس. ايه ده؟ ما تحاسب يا نجم ولا روح الكائن الحي ملاش قيمه عندك. انا اسف يا قرد، اسف. ركزي معايا يا نعمات. استلم اهو، هنطلع الباب اهو، هنلقوا الساحه، هنلقوا باب الاوضه، الخزنه اهو. ايه ده؟ انت جبت الخريطه دي منين؟ الخط ليه رجاله في كل مطرح، حتى جوا بيت مراد النشارتي نفسيه. ركز انت في اللي هتعمله بس. طب ايه المطلوب مني دلوقتي؟ اسمع، انت هتدخل الحفله الاول واحنا هندخل وراك. اول ما تلمحنا خارجين من جوه توقف غنى بسرعه وتلحقنا عشان نهرب. طب انتوا اهربوا، انا اهرب ليه؟ انت هتعمل اللي اقول لك عليه ولا ايه؟ انت تؤمر يا كبير، تؤمر. اهلا، ازيكم حبايبي، ازيكم؟ ايه الجمال ده؟ اهلا. اوكي صوروني معاكم. ويسو اتاخرت كده ليه؟ انا اتاخر بمزاجي. وايه اللي انت لابسه ده؟ عامل لي فيها سمير وشهير وبهير؟ مش حفله تنكريه بقى يا ويسو. تنكريه ويسو ايه؟ سندريلا كمان؟ انتوا جايين تهرجوا مش جايين تشتغلوا. الو لا جراند فيديت احمد عويس، يا مرحبا يا مرحبا. مستر مراد انا عرفتك من صوتك. انت ليه مش بتنكر زينا يا حبيبي؟ لا انا على الستيج هتنكر ان شاء الله. طب هتسمعنا ايه دلوقتي؟ لا النهارده محضر لكم اغاني جامده جدا. على فكره نسيت اعرفك،
فنان بلدنا المتألق في سماء الأغنية العربية ويسو فتنة عقيلتنا. اهلا مدام. فكرة التنكر في زي زكاء زكريا فظيع يا فندم، يجنن. ايه ده؟ سوفاش! ايه اللي حببته ده؟ ايه اللي قلته؟ فتنة يا روح، هو انا قلت حاجة غلط؟ طبعا قلت يا يوسف، زكاء زكريا ايه؟ ده وشها الاصلي. يعني ده استاذ ابراهيم نصر؟ يا حبيبي هيدي مرته. مرته؟ ده يعني ده بينتحر. بس في ده انا عايز اقول لكم على حاجة يا حبيبي، ما في وقت، لازم تجهز لتطلع على البيست. أنا سبونجي بوب، أنا سبونجي بوب، أنا سبونجي بوب، سفنجة ودلوني. أنا سبونجي بوب، أنا سبونجي بوب، أنا سبونجي بوب، أصفر كموني. أنا سبونجي بوب، أنا سبونجي بوب، أنا سبونجي بوب، سفنجة ودلوني. أنا سبونجي بوب، أنا سبونجي بوب، أنا سبونجي بوب، أصفر كموني. أنا بقى كده صيتي مسمع، أنا واتمتع من يومي. مهما لعبت طلعت نزلت، أنا ما بوسخش هدومي. بلعب 120 ضغط أول ما أقوم من نومي. وتوم وجري بيتفقوا عليا، فاكر إني جبنة رومي. أنا سبونجي بوب، أنا سبونجي بوب، أنا سبونجي بوب، سفنجة ودلوني. أنا سبونجي بوب، أنا سبونجي بوب، أنا سبونجي بوب، أصفر كموني. شكلها بقى كده كده متخطط. شخبطة لخبطة حاجة متظبطة، وخلقي هنا متورطة. شخبطة لخبطة حاجة متظبطة، عايزينكوا تناموا وتشدوا الغطا. شخبطة لخبطة حاجة متظبطة، حاسس ان حياتي مش متظبطة. انا سبونجي بوب، انا سبونجي بوب، أنا سبونجي بوب، سفنجة ودلوني. أنا سبونجي بوب، أنا سبونجي بوب، أنا سبونجي بوب، أصفر كموني. أنا بقى كده صيتي مسمع، أنا واتمتع من يومي. مهما لعبت طلعت نزلت، أنا ما بوسخش هدومي. بلعب 120 ضغط أول ما أقوم من نومي. وتوم وجري بيتفقوا عليا، فاكر إني جبنة رومي. أنا سبونجي بوب، أنا سبونجي بوب، أنا سبونجي بوب، سفنجة ودلوني. أنا سبونجي بوب، أنا سبونجي بوب، أنا سبونجي بوب، أصفر كموني. يلا اهرب. ايه؟ اهرب بقول لك. طيب خلاص ما عليك، الخط بقى في قبضة ايدي. اجري مش هسيبك يا عويس الكلب. نركب عربية حديثة واحنا راكبين مخلفات الحرب نهربوا كده. الله يخرب بيت اليوم اللي اتجوزتك فيه، على اليوم اللي عرفتك فيه يا سمير يا صبري. شخبط خشمك، لو فتحت خشمك هرميك بالمخروبة دي. عوضي العوضي عيان. ايوه صح، دول ورانا. مين دول؟ الحكومة. نعم الحكومة. اجري ارمح. لا مش هاجري ليه يعني؟ بقول لك يا
نجري من هنا ولا نهرب من هنا؟ لا اجري. انا ما اعرفش دي بتلف ولا لا، ما اعرفش دي بتلف ولا لا، انا ما اعرفش دي بتلف ولا لا. بطلتي المسوجر كمان ما بيفتحش، ما بيفتحش المسوجر، ما بيفتحش. مين على ابو كده؟ كفايه بقى كفايه. انت مش قلت لي لو انا ساعدتك في الموضوع ده هتطلعني من غير ما ادفع فلوس؟ الكلام ده لو ما كنتش اتشفت معانا، انما دلوقتي لو اتمسكت هتبقى خطر علينا. يعني ايه؟ هرش بلاله، حلوش بشاشه طشاشه، حمدي ضبو. انتوا بتقولوا ايه؟ انا مش فاهم حاجه. البيت هنا مش امان، لازم تشوف حتى نتوه فيها الليله دي لحد ما ادبر حالي. انت هتفضل معانا لحد ما نوصل بر الامان. يلا يا نعمات نطلع نغير القرف ده. الهي يتوك في نار جهنم يا شيخ. خلص امرك يا كبير. ويسو انت كنت فين؟ انا قلقت عليك. لابسه كده ليه يا سمير؟ مين اللي على الباب؟ بقول لك مين يا حيوان؟ حيوان؟ انا ورقي ومالي اتسرق وانتوا ما عملتوش اي حاجه. وازاي حضرتك ما تشيلش الورق في حته غير الخزنه؟ عشان قالوا لي سيبه في الخزنه عشان نقبض عليه متلبسا. مين الاهبل اللي قال لك كده؟ المنكي ده. ايه اللي منكي واهبل؟ انتوا مش فاهمين الخطه اللي انا حاططها خطه عبقريه، بس المجرمين هم اللي ما التزموش بيها. بس يا اهبل تاني بتقول اهبل؟ انا اقتل اخلق اصلخ علي الجندي ده. انا اسف ما عليك، انت عارف ان مهنتنا هي مهنه البحث عن المتاعب. خلاص انا اسف يا فندم. خلال يومين بالظبط يا فندم هنقبض على الخط وورقك هيرجع لك لما نشوف. مش كده يا علي؟ يومين الا ساعه. الساعه اللي احنا قضيناها في الرجل. ابتديت تفهمني. طيب عايزك تدور في كل الاماكن عن المكان اللي ممكن يكون مستخبي فيه احمد عويس. دي حاجه بديهيه مش محتاجه اوردرز. سلام. اطمن سعادتك. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا يا حبيبي، انا محدش يقعد في بيتي، خصوصا الواد الميز ده اللي اسمه ويسو. مش سمعت يا جميل؟ مش شايفه بتعمل ايه؟ سمير صبري ما يتعملش فيك كده. سمير مين يا ابو سمير؟ انت اسمك بهلول. بهلول راح اسطنبول. بسم الله الرحمن الرحيم. انت ازاي بره وصوتك لسه جوه؟ يعني ايه؟ يعني مش انت المدام؟ لا، المدام بتنفض في سمير جوه. امال انت مين؟ انا امينه الشغال. اشربوا حاجه. اشرب. احنا شربنا خلاص. الحيوان اللي قاعد بره ده لو ما خرجش حالا هخرج ارميه من الشباك. يلا بينا. يا اهلا وسهلا فيكم، البيت بيتكم، اتفضلوا. زينة بجد انا اسف اني بتعبك معايا، بس لو كان ينفع ارجع البيت كنت رجعت. اكيد البيت متراقب. ويسو بقى مطارد، كل حاجه بقت ضدي، حتى سمير صبري طلع بهلول. شو بيك يا زلمه؟ ما تقول هيك، بعدين انا بحميكم برقبتي. بليز بدي اياكم تتعاملوا كانه بيتكم. هودي الشراشف وهودي المناشف. وانا مناشف الدنيا هتنشف جراحي. نحن 10 عمر، بعدين انت ومرتك مثل اخواتي واكتر. انا رح اخذ حشمت معي، بركي بنقي لها شي قطعه تلبسها. شوفي لها قطعه قطعيها فيها، وبعد ما تقطعيها شوفي لها قطعه ارض تفنيها فيها. انت هتعمل ايه؟ ايه هنام دي كمان هتعملي فيها حوار؟ وانا انام فين؟ الله، طب ما تتخمدي نامي جنب على السرير. انام جنب مين يا قليل الرباي؟ يا ابو وش مكشوف وخرجه ما تعرفش كسوف، يا ابو عقل خرشوف وجيت تحلوف. انا عقل خروف وفشة خرشوف يا ام لسان قذر. طب بلاش عشان يعني انت ما خايفش على نفسك لا تضعف. اخاف اضعف؟ انا لو اخاف هخاف من البيبي اللي هتعمليه على السرير يا حبيبتي. طب قوم
طب والله العظيم ما انت نايمه هنا وهتنامي زي الجزمه على الارض. من النهارده مفيش خط، انا الخط. خرشوفي والقاسي ماشي حافي. كل الخلقات دي ليكي وحدك، دي تكتي ناجعه بحالها. شو بدي اعمل؟ هي شغلتي، انا ستايليست. ستايليست يعني بتقدري تقولي بظبط تياب ويسو، بلبسه طقم، بشلحه طقم. اتحشم يا مرة، شلحي كيف؟ لك لوين راح راسك؟ انا قصدي يعني بختار له تيابه على حسب المناسبه. عنده بروجرام، عنده حفله، عنده تصوير، عنده فوتو سيشن. صورة مين الصغير ده؟ هيدي اجمل شي بحياتي. هيدي صورة يوسف اخوي. ايوه صح، جبال الجو. امال هو فين يعني؟ ما شايفاهش في البيت. كان عايش بفلسطين. ودلوك؟ الله يرحمه. يوسف اخوي ما كان مجرد اخ لإلي، هذا كان صاحبي وابني واخوي. وفي يوم وهو رايح المدرسة كان القصف ما بينقطعش عن بيت جاري، هاي بلدتنا بفلسطين. دخلت عليه لقيته لابس جواكت كتير وبلوفرات قلت له ليش يا يوسف عامل بنفسك هيك؟ قال لي عشان لما اليهود يطخوني رصاص ما يفوت جسمي. تخيلي لما ولد صغير بيطلع كل يوم من بيته وخايف انه يموت، خايف انه ما يرجع لأهله تاني. وفي يوم من الايام طلع وما رجع، او تقدري تقولي رجع شهيد متشل على كتاف شباب البلدة. خديها مني كلمة، هيجي اليوم اللي يجيلك فيه حق أخوك يوسف. حق يوسف؟ وهيدا مين اللي رح يجيبهولي؟ أنا؟ تضحكي علي؟ أنا كلمة عهد. ولك لشو هالصف ده؟ تعي أنا عندي لك مفاجأة. تعي. ايه بقى؟ اعمل لك ايه تاني؟ سبت لك السرير واتخمدت على الارض. هو مش ممكن يكون الصوت ده خارج من حنجره الطفله. طب اعمل ايه؟ انا مديني الشخيره والشخيره ولا اعمل لك ايه؟ ديب انت تحولي ولا ايه؟ صوت وصوره وريحه كله ولا ده؟ لا ده كتير كتير كتير. ده كتير بقى، ده كتير بقى، ده كتير ده كتير. لا 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 يا رب يا رب ارزقنا عماد زبلة الزبابيل دي يا رب بزربوط يكون واطي واطي يفجرها يا رب، يخلي العين في ناحيه والبق في ناحيه والمناخير في ناحيه حشمت. شو رأيك بمرتك اللي مثل القمر؟ قمر؟ دي مزة يا كلبة. طيب أنا رح روح أعمل شيء أشربه، بتحبوا أعملكم معي؟ لا مش عايز شيء. حشمت أنا عايز أقول لك حاجة، أنت بجد حد جامد جمدية الجمدنة. هادي مش لاقي على الجمال اللي أنا شايفه. عايزك تبصي في عينيا وتنسي. انسي، عايزك تنسي وصرفي بقى العفريت اللي اسمه الخط ده بقى. أي يا رب ايدي تتقطع لو كانت نيتك قذرة. ما انا هقطعها لك وياك تنسى وتكلمني على اني مرة. اتخبط. اوكي يا كبير، اوكي. جاتك قصف للعاصفة. برضه مزة وزي القمر.
يا ويسو يا ويسو يا ويسو يا ويسو انت قريت المكتوب هون؟ خد اقراه. يعني انت مصحياني وعملت بيبي على نفسي عشان اقرا اللي هون؟ ايه؟ في ايه يعني موجود؟ في ايه؟ يا نهار اسود، انا الخط. انت لازم تاخد مرتك وتهربوا. ايوه لازم اخد مرتي ونهربوا عشان اهرب وراك. يا نهار اسود يا حشمه. ممكن تقول لي احنا رايحين فين؟ وايه اللبس اللي انت ملبسهولي ده؟ صحاب البعوق سيبني انا اتصرف. طالما حرس الحدود بلغت عن مكانه، ليه ما نهجمش عليه ونجيبه؟ اللي عايز اقوله لحضرتك ان عشان نهجم على مطاريد الجبل دي حاجه لازمها تحضيرات، دي حرب يا مراد باشا. واضح قوي انكم مش عارفين شغلكم خالص ابدا. لا بقى احنا عارفين شغلنا كويس وعارفين بنعمل ايه بالظبط. ما تزعلش مني يا سيادة اللواء، يومين لو ما كانش الورق عندي وتكونوا قبضتوا عليه حيا او ميتا، انا رجالتي تعرف تتعامل في الكلام ده كويس، وكلامي مع سيادة الوزير. سيادة الوزير علي سلم نفسك. ثابت يا حضرة الظابط. معلش ما عليك، انت عارف ان مهنتنا دي مهنة البحث عن الزفت المتاعب. كان في هنا نشارتي. كان في نشارتي وخلص. امرني ما عليك. عايزك تراقب الموقف من بعيد. 60 65 متر كويس. انت بتعرفت بتقول ايه؟ طيب عايز ناخد قوات معايا ولا اخلص انا بمعرفتي؟ لا انت هتروح لوحدك واحنا هنبعت قوات عند اللزوم، واوعى تاخد اي قرار من غير ما ترجع لي. تحت امر ما عليك. سلام. سلام. انا بقول سلام. سلام يا اخي. ايه نشيد هتغنيه؟ سلام سلام بالسلام، احنا بدينا بالسلام. اغنيهولك يا سلام. مدينة السلام، كوبري السلام، السلام كلنا بنحبك، كلنا بنحبك، كلنا هنا بنحبك. اهدى معلك. انا اسف يا ابني، انا اسف. انت عارف ان مهنتنا دي مهنة البحث عن المتاع. وداني ايه؟ تحت الباط يا كبير. ما الباطو ده؟ شخلة خشمة. ايه المجوس اللي احنا فيه ده؟ تحت الباط يا كبير. تحت الباط يا كبير. تحت الباط يا كبير. احنا فين هنا؟ انت في مملكة الخط ودول يا رجالتي. تحت الباط يا كبير. تحت الباط يا كبير. كيفك يا المحروقي؟ الحمد لله. ايه ده؟ مش ده المأذون اللي جوزنا؟ يا ابن الايه ده انت مرتب كل حاجة. ايوه ده مأذون الجبل، ولا مفكرنا نقعد كده من غير جواز؟ الموزة الجامدة دي. احضر بتك واحترم نفسك يا سافل. محروقي اعمل لنا العشاء. ده انت مرة جلابة. جلابة جلابة. السلام عليكم. وعليكم. خالو مالك؟ مش بنت اختك طلعت الخط؟ بجد؟ والله. تحت الباط يا كبير. اهلا يا مصورة، روح علق على الشاي. انت تؤمر يا كبير. مصورة؟ هو ده مش خالك؟ ده واحد من صبياني. بنت يا نعمات. ايوه يا كبير. روحي لابوك وامك زمانهم قلقانين عليكي. امرك يا كبير. ودي مش اختك؟ كل ده ولسه ما فهمتش، انت غشيم ولا ايه؟ يا رجاله امرك يا كبير. عايزكم تصحصحوا معايا، في عمليه كبيره ولازم ننفذها. امرك يا كبير. انت ما بتقولش معاهم ليه؟ لا انا ما اتعودتش ابقى كورس ورا حد. عموما مكانك محفوظ في العمليه، امسك. لا عمليه في النمليه، انسى. لما الكبير يؤمر يبقى الكل ينفذ، يبقى الكل ينفذ. امرك يا كبير. بس يا كبير انا شايف العمليه. محدش يشوف هنا غير الكبير. معلش اكيد ما يقصدش. ولا يقصد تطقبه يا كبير. عشت يا خيش، خلي الرجاله ترتاح الليله دي، بكره عندنا شغل كتير. عمرك يا كبير. هو انتوا بتأجروا الحصانة دي بكام في الساعة؟ يا كبير. وهنا هيكون افضل مكان ناخد منيه المدعوك ده،
اظن كل واحد فيكم عرف مكانه في العمليه دلوقتي. واول ما نخلص نبلغك ازاي يا كبير؟ نبلغ ازاي يا كبير؟ ام يو ولا ايه؟ اكتب وجهز نفسك للعمليه. عمليه صدفه زفره كبير فظيع. هتعمل نفسك ميت عاد. استرجل كده وقوم. انا اللي اروح معاهم يا كبير. يسفخر رجاله. عشت وخليكوا فاكرين نحن رجال افعال لا اقوال. ربنا معاكم. ايوه معاليك، في مجموعة من الأشخاص على مرمى البصر بس مش منهم أحمد عويس. ملحوظة، معاهم عيل صغير. عندي شك يرتقي إلى مستوى اليقين إن أحمد عويس متنكر في العيل الصغير. قالوا علينا ديابة واحنا يا ناس غلابة، يا مغنواتي غني حكايتنا على الجيتار. قوم، الرجاله اللي هنا مشوا وسابوا الحريم. قوم. حريم ايه يا كبير؟ اوعى تقول على نفسك كده. انا قصدي عليك انت. لا قولوا الا كده. انت فاكر نفسك راجل ولا ايه؟ انا راجل و60 راجل. ايه طب اهو. ايه انت ناوي تعمل ايه؟ لو سمحت فكيني ووعدك مش هعمل كده تاني. مفيش تاني، هي طلقه واحده من الفرفر ده والحبل هينقطع، وبدل ما تبقى حياتك ليهم هتبقى حياتك الباقيه. والنبي انا لسه صغير وعندي احلام كتير قوي نفسي احققها. انا كان في ديل ما بيني وبين شاكيرا. طب سيبيني اخلص مسلسلي مع منى فضالي، ما تموتنيش. انا بطير. طبعا معاليك لو قلت لك من هنا للصبح إن عويس بيطير مش هتصدقني. لا ازاي اصدقك؟ اصدقك طبعا، احنا مصدقينك في كل حاجه، مش كده يا اخوانا؟ احنا مصدقينه. الحمد لله. بس الشيء اللي فعلا محيرني معاليك، ايوه، احنا ليه صابرين على اللي اسمه احمد عويس ده مع اننا متاكدين انه مجرم خطير؟ المساعدين بتوعه قلت لي توم وجيري؟ توم وجيري. وكان متنكر في عيله صغيره صح؟ بنت قطوطه كده اموره. ده غير انه بيطير. لا موضوع الطيران ده بقى حدث ولا حرج. يعني عندك كان متعلق في بلالين لو حضرتك مشغول او مش مستعنين اجي لك في وقت تاني. لا 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 كمل. تعالوا بسرعه. عايزك بقى تفضفض، قول كل اللي في قلبك من ناحيه احمد عويس. أنا عندي اعتقاد معاليك إن أحمد عويس ده عنده قدرة خارقة على الاستنساخ والانشطار الجزيئي. عارف الأميبا وحدة الخلية لما بتخضع لضغط معين بتكتشف إن الأميبا دي مساء النور يا فندم، بتلاقي بتتحول لفسيفساء. كل فسيفوسة دي بتكون بني آدم ليه كل الطباع والمعالم. يعني مرة يتشكل لامرأة، مرة كنكة حديد، مرة حلة بايركس، مرة هو بياخد أي شكل. لا ايه يا والله العظيم كان في بلالين. انا شفت البلالين. الو ايوه يا فندم. ايه الخط عمل ايه؟ انا مش فين. الخط عدى حدوده. هدف السفير الاسرائيلي بمثابه حرب ما بين بلدين. في اوامر من الكونجرس اننا نخلص على عويس النهارده مش بكره. الفرقة AZ 6540 جاهزة يا فندم. على بركة الله. يلا بينا. استغفر الله العظيم. ازاي؟ انت جننتي ازاي يجيلك قلب تخطفي السفير الاسرائيلي؟ ايه؟ ده حق زينة واخوها، انا وعدتها. وانا مالها انا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. بصي انا ماشي اسلم نفسي واللي يحصل يحصل. كل الدعوة مسبت عليك. مالكيش دعوة، انا ماشي. قبل ما تمشي لازم تعرف ان الخط ما بيجيش على حد. لما تحلقي شنب كبارات البلد ما بتجيش على حد. لما اصحى من النوم ولا فلوس كتيره ما اعرفش جايباها منين ما بتجيش على حد. امال بتيجي على مين؟ ها؟ انا ما حلقت الشنبات كل اهل البلد، انا عملت كده بس في العوايسه.
عشان عمايل عمك في اهل البلد الغلابه اللي بيجي على حقهم كل يوم، والفلوس اللي محمود قوي اني سرقتهم. الفلوس دي كانت هتتبني بيها المستشفى اللي في البلد اللي خدتها الحكومه عشان تتقسم على الكبارات بتوعها. ما ده يا بقى لا تكون ناوي تسالني على البلوه دي. لا ده عارفينه كويس وليه يوم. انا عايز الخط حي او ميت، نفذوا الامر. أنا أهم حاجة عندي إنكم تجيبوا السفير الإسرائيلي من غير أي حاجة تمسه، أي حاجة تاني مش مشكلة. مراد بيه بيقول لكم أهم حاجة الورق، ما تخرجوش من جوه إلا بالورق، ولو ما جبتوهوش يبقى ما تخرجوش أحسن. يا كبير في هجوم علينا. عددهم كبير. هم مين؟ كبير وبيهاجمونا من كل ناحيه. بلغ الرجاله يجهزوا، ما عرفش حد يوصل هناك. نعمات. ايه يا كبير؟ اخفي. حاضر يا كبير. وين هتعملوا فيها ايه؟ اتلقح هناك. طيب معايا. هو الكبير بيجي ليه؟ اما شوف. انا مش عايزك تزعل من المعامله القذره اللي بيعاملوك بيها دي. انت عارف لو سالتني اكتر بلد بحبها ايه؟ مصر طبعا. يلا اللي كريم عبد العزيز نفخه في ولاد العم. على فكره كريم عبد العزيز ما كانش لاقي على الدور، سعد الصغير كان هيعملوا تحفه. خنطش حلاش الطلبوس، طرطش طراش يحشحوه. انت بتقولي ايه؟ ليه افتكرك بتقولي لي موتنا الله يخرب بيتك؟ اذا كنت انا مش فاهمك هو يفهمك. ارمي الفلفل. وات؟ ارمي المسدس بقول لك. يا كبير يا كبير يا كبير. انت بتعور؟ اهرب انت يا كبير، اهرب. شوفوا يا خرش. قدامي لمسح بيك الجبل، قدامي. يا رب استرها يا رب على النزيف ده. انت كويس؟ انت كويس؟ شبلحناش على شيء. ما شيء، انت هتعمل ايه؟ انا بوقف النزيف. لازم نشيل الطلقه الاول. صح، احنا لازم نشيل الطلقه الاول. طب انت بتعملي ايه؟ بسخن مطوه عشان نشيل بيها الطلقه. حط يدك على خشم. احط يدي على خشمها ليه؟ اسمع كلام يا ماجر. طب من غير شتيمه طيب. لا مؤاخذه يا كبير، معلش بقى. نعمات يا نعمات. ايوه يا كبير، ايوه ايوه يا كبير. هو راح فين؟ بانه هرب يا كبير. ايه؟ هرب. خد يا ولد، اسمك ايه؟ احمد عويلي. احمد عويلي. هي راجل يا الله يخليك يا معلم. معلش هو سؤال بس، هو انا اجري كام؟ 20 جنيه. 20 جنيه في 50 مره يعني 1000 جنيه، ده عظيم قوي. 20 جنيه في اليوم يا روح امك، خلص. 20 جنيه في اليوم؟ ايوه خلص. طيب. ده هي البلاوي اللي تتحدف علينا دي. واخدنا على فين يا كبير؟ مشي، لازم نهمل المطرح ده. طب ما تخلينا قاعدين هنا. لا لازم نهرب، زمان ويسو بلغ عنينا. يا مري ايه اللي خرعك فيه ايه؟ اسمع، انا جبت لك افخر انواع الشاش والميكروكروم من صيدليه الجبل الشرقي. انتوا بتبصوا لبعض كده ليه؟ وايه اللي موقفكم بره؟ مش خايفين حد يشوفكم؟ خد يا نعمات، انا جبت لكم اكل. عارف ان انتوا على لحم بطنكم وكله من عرق جبيني، يكش يتمر. ما هربتش ليه يا عويس؟ انت ليه بتسالني السؤال ده؟ كان ممكن تهرب وتبلغ عن المكان اللي احنا فيه كمان. انت شايفني ازاي؟ يعني ايه؟ يعني انت فعلا شايفاني زي ما قلت اني مش راجل؟ طالما انت شايفاني كده اتجوزتيني ليه؟ انت خابر انا جيت هنا ليه؟ شايف المكان ده؟ المكان ده هو اللي اتحرق فيه ابويا، واللي حرقوه العوايس اللي انت واحد منيهم. انا ما انكرش ان في الاول كنت واخداك سلم لاجل ما انتقم من العوايس، وكمان عشان استغل علاقتك بالنشارتي واخلص حسابي وحساب اهل البلد كلهم معاه. لكن ايه؟ لكن ايه يا حشمة؟ انا حبيتك يا عويس.
حبيت فيها يا حشمت؟ اذا كنت انا نفسي مش حاببني ولا بحب اللي بعمله ولا حتى حاسه. ويسو حياتي ليكم. اي كلام عبيط، الناس تسقف والجرايد تكتب وكله كده. حبيت فيها ايه؟ حبيت عويس مش ويسو. عويس الواد الطيب اللي قلبه يساعد الدنيا كلها، اللي لما الدنيا حطته في اختبار انه يبقى راجل ولا لا اختار انه يبقى راجل. عشان كده حبيتك. وانا كمان بحبك قوي. هو احنا هناكل ولا نقضيها حديات؟ لا هناكل طبعا هناكل. انا نسيت اجيب الميه. نعمات شايفه البير اللي على بعد 5 كيلو ده؟ بص يا حبيبتي روح هات لنا ميه من هناك، ويا ريت تنزلي بنفسك تجيبي وحاولي تغرقي. ايه ما انصرف العفريت بقى خلاص بقى. يلا عويس حشمت. عويس زربوتي جنبك، زربوتي في حضن جبلك، زربوتي في عمق البير. وساقعة. كل اللي عدى من حياتي ما عشتهوش، وطريقي كان قدام عيوني ما شفتهوش. مشيت في سكة وكنت فاكر ده طريقي، وبعد ما وصلت لنهايته ما حبيتهوش. دلوقتي بس أنا قلبي حس بالحياة، ولقيت طريقي اللي ضاع مني وتاه. دلوقتي بس أنا قلبي حس بالحياة، ولقيت طريقي اللي ضاع مني وتاه. هبدأ حياتي كأني لسه ما عشتهاش، جوايا لسه حاجات كتير ما عملتهاش. من النهارده هبتدي أعيش حياتي، طول ما لسه في حياة وعمري لسه ما انتهاش. حياتي كأني لسه ما عشتهاش، جوايا لسه حاجات كتير ما عملتهاش. من النهارده هبتدي أعيش حياتي، طول ما لسه في حياة وعمري لسه ما انتهاش. دلوقتي بس أنا قلبي حس بالحياة، ولقيت طريقي اللي ضاع مني وتاه. مش عارف، انا حاسس اني تايه. انا بحلم. لا بس انت ما بتحلمش ولا حاجة. انا عارف اني ما بحلمش. أول مرة أحس إني خايفة يا عويس. ما تخافيش ما تخافيش يا نعمات، انا هتصرف. حسنا لله، بوس ايدك يا بيه، حسنا لله.
راكب لي عربيه برتقالي وعامل لي روش. طب الموزه مش هتيجي. حسنا لله يا ست. هو انت ايه انا في شيء؟ ايه بدي طبوله فتوش، ما لاقيش بالجبنه، ما لاقيش عندك اي حاجه كلها. اجتكن القرف، ما لقيتوا الطرقات. فل من وجهي ولا بتعرف لو ما فليت من هون ايه ما بعرف شو بعمل فيه. هتعملي ايه يعني؟ انت مش هتتحركي من هنا. ما انتيش متحركه من هنا. الحقوني حادثه قتيل، كسرت رجلي، قطعت لساني. حرام عليك يا ست، حرام عليك، انت راجل غلبان. حرام عليك. ما تسيبوها. خافش مش هسيبها. انا عايز اروح الاسم. ودوني الاسم. الاسم منين؟ انا مش شايف. اتفضل يا فندم. ايه ده؟ الملف اللي حضرتك طلبته. نعم؟ الملف اللي حضرتك طلبته. طيب بعد اذنك يا لؤي انده لي الست صاحبه العربيه من بره. حاضر يا فندم. استاذنك بسرعه. حاضر يا فندم. ها هو انا بصراحه اول مره اشوفه في المنطقه، بس هو يعني شكله مسكين وغلبان كده زي ما حضرتك شايف. تمام. لا انا عايزك تهدى خالص، انت جيت المكان الصح. الشرطه في خدمه الشعب. بونجور. ميري كريسماس. على فكره يا باشا، الست دي مفتريه واحنا شفناها هي بتدوسه. اخرس! بره! حط ابن الكلب ده في الحبس، بره مش عايز شهود. ايه يا باشا؟ كفينا شهود! قوم! اللي قاعده قوم! يا باشا مش الشرطه في خدمه الشعب. الشعب جه خلاص. يا رجلي. يا رجلي. اتفضل. ميرسي، vous êtes très gentil. طبعا اكيد. حضرتك دهستيه بالعربيه؟ ايه انا اللي دهسته. وماله؟ انت عارفه لولا الوقت انا كنت خدت البوكس وسويتهولك بالاسفلت. لا بقى انا بدي اياه يعمل لي محضر وخليه يفرجيني شو بيقدر يعمل فيي، والسفاره اللبنانيه ممكن تقفلكم الاسم. وعلى ايه السفاره؟ خلي السفاره مرتاحه، انا اقفل لك الاسم. لا وايه؟ اروح اشتغل ضابط امن عندكم في السفاره. بدل ما تطلع فيي هيك ممكن تحكي لي شوي عن كرشك؟ ليك شكله ليك. اوعى تكون مفكر انه انا ممكن انعجب فيك، ولك ما شكلك ملزق وشي بيقرف. انا اساسا اول ما شفتك حسيت حالي رح استفرغ. بتعرف شو معنات رح استفرغ؟ يعني تصوري الكلام خدنا ونسيت اسالك تشربي ايه؟ خش يلا. بونسوار. شو بكون؟ شو يا حلو الشرطي ده يا اختي تركيني حلي عني. حلي عنك ايه يا اموره؟ حلي انت. يا بنت اللي معاكي. انا مش قلت 100 مره طول ما انا نايمه ما عايزاش اسمع صوت. حشمت. قومي يا بنت. وزة جامدة قوي. قومي. ايه اللي جابك هنا؟ مش وقت حكي هلا. انت ايمتى رح يعرضوكي على النيابه؟ بكره. ركزي معي منيح باللي رح اقول لك اياه. بدي اياكي تبلعي لي هودي الحبوب اليوم. برشام ايه ده هلا بلبعه؟ انا حبله. عويس الصغير. حياتي ليكم. ولك ما تخافي، انا سالت الدكتور، بعدين هودي الحبوب هن اللي راح يظهروكي من هون. شو عم تعملي؟ معقولة عم تاخديهم هلا وتتركيني انا لحالي مع هودي الوحوش؟ امال ايه؟ ولك خديهم بس بعد ما انا اظهر من هون. وانت هتظهري كيف من هنا؟ انا رح فهمك. صباح الخير يا دفعي. صباح النور. اتفضل يزيد فضلك. لا انت منين؟ من المنصورة. منصورة ان شاء الله. لا انتوا واقفين حراسة على مين؟ على واحدة من رجالة الخط. ايه؟ ربنا معاكم. الشاي الساخن الموعوجة. انت يا بنتي يا بتاعت الشاي، معاكي شاي؟ تحت امرك يا طفا.
تاخد كوباية؟ لا هاتلنا ثلاثة. والله ما له لزوم. عيب يا راجل، ده احنا بلديات. لو انت من منصوري؟ لا انا من ماريني. ادي واحدة من غير سكر. كلهم فيهم سكر. نهار اسود ومنيل، الثلاثة فيهم سكر وانا بحب السكر. سكر حلوة الدنيا سكر. لا 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 ليلى يلا ننام لنا ليلى. بالهني والشفي. انا ماليش دعوه دكتور، انا هقول على كل حاجه. احمد عويس هو اللي كان جاي يخطفها. احمد عويس المغني اللي بيغني ده، وهو اللي عامل نفسه الخط. هو اللي عامل نفسه الخط يا دكتور. احمد عويس يا كلب، سلمني انا تسليم اهالي. افتكر بقى ان دول مش كتافك، والبقاليس دول مش خدودك، دول خير يا كلب. وش ضرني بقى ان انت احمد عويس باللبس اللي انت لابسه ده؟ بس كويس ان انت لحقتني قبل ما اقع في الكلام. هو انت لسه ما وقعتش في الكلام؟ اصبر، حسابك معايا بعدين. امن الطريق قبل ما اخرج، وش اللي وقع منك ده؟ حشمت حشمت. يلا بسرعة. ايه ده؟ انا فين؟ الحمد لله على السلامة يا كبير. الله يسلمك يا عويس. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا جبت لكم الالبومات، المظبوطات المضروبة. ايوه المزمورات المضروبه عشان تسافر بيها بره البلد. ايوه. ربنا يبارك لك يا مأذون الجبال. الله يخليك يا استاذ موريس. موريس ايه يا عويس؟ عويس عويس. من النهارده بقى اسمها انت تؤمر يا كبير. تؤمر يا جميع. كبير كبير. يمشي مع السلامة. مع السلامة. باي. شيخ صقر قريش. والمدام؟ زهراء المعالي. والاستاذ محي الدين ابو العز. تمام يا فندم. اتفضل يا استاذ. بارك الله فيك. طلع افتح يا ابني. حشم، احنا داخلين على بلد جديدة وعايزين نبدأ حياة جديدة، لا حد يعرفنا ولا لنا فيها مشاكل. انت تؤمر يا كبير. حشم عويس. حشم. عويس الكبير. انت تؤمر يا كبير. حياتي ليكي. والنبي خايف يا حبيبي كده كده نعمة خايف من الطير تروح لغيري يا والنبي خايف يا حبيبي
عليك والنبي خايف يا حبيبي كده 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 لا ليه خايف من الطير تروح لغيري يا في الشوبينج من غير ما بقول انا كل ليكي وقلبي معمول لك عمول انا كنت بحلم بالغدا مفروت ثواني الى ان قابلتك قلت هذا الشخص بالي وحش واسد يا ما اتحسد علشان رجوله والنبي خايف يا حبيبي كده كده لا ليه خايف من الطير تروح لغيري